يا مساء الورد، مساء الفل، مساء السعادة على 100 مليون أهلاوي عايشين على أرض أم الدنيا وأحلى وأجمل الأوطان، مصر العظمى. شاء من شاء وأبى من أبى. تحيا جمهورية مصر العظمى. النادي الأهلي بيضرب بإيد من حديد في الجبلاية وبقوة. النادي الأهلي صعد المشكلة. النادي الأهلي خد موقف لن يتراجع فيه. قلناها لكم قبل كده، يا شوية فشلة في الجبلاية يا شوية فاسدين. إياكم وكبرياء النادي الأهلي، إياكم وكبرياء عظيم القوم. النادي الأهلي بيصعد شكوته ضد سيد مراد نائب رئيس لجنة التحكيم. نائب رئيس لجنة التحكيم سيد مراد، النادي الأهلي بيقول إنه حكم لم يرتقي في يوم لدرجة الحكم الدولي، وكان دوره مجرد دور إداري ودور محاسبي في منطقة بورسعيد. ما هو بلديات هنا بويدة، هامان القوى المصرية وإمبراطور المناصب في الاتحاد المصري والأفريقي والدولي. ما هي عزبة، الجبلاية بقت عزبة كلها شلة واحدة. سيد مراد حول محمود عاشور حكم الفار في ماتش الأهلي والسيراميكا للتحقيق عشان يضمن صمته. هل دي المصداقية والشفافية من اتحاد كرة القدم المصري؟ اتحاد الفشل، اتحاد العار. يا منظومة فاشلة، يا منظومة فاسدة. ارحل يا هاني يا ابو ايده، امشي. انت راجل فاشل، انت اداري فاسد، انت لم تقدم اي شيء للقوى المصرية. انت والصبيان بتاعك والعصابة اللي قاعدة في الجبلاية. وكله بقى ايه دلوقتي؟ تلاقي واحد كشري وواحد بليله عاملين محامين عن الجبلايه، ويقول لك اصل النادي الاهلي نادي الدوله. طب يا كشري يا بليله، هو انت ما سمعتش الاستاذ هاني زاده وهو بيقول في حوار مسموع ومرئي ومصر كلها شافته؟ انا ياما خدمت نادي الزمالك وياما شلت بلاوي من عن نادي الزمالك. قال لا، هو انت ما سمعتش الاستاذ عمرو الجنايني ايام ما كان رئيس اللجنه المؤقته في اتحاد القوى بيقول لك انا كنت بتصل على امير مرتضى منصور اقول له اعمل ايه وما تعملش ايه؟ هو انت ما سمعتش الاستاذ عمرو الدرديري وهو طلع بيقول لك احنا بندعي المظلوميه عشان ناخد اكتر من حقنا، احنا واخدين حقنا وزياده؟ هو انت ما سمعتش احمد مجاهد لما المستشار مرتضى منصور مسكه على قناه فضائيه مرمط بكرامته الارض وقال له انا خدمت نادي الزمالك، انا فتحت اتحاد القوى الساعه 12 الا ربع بالليل، ويقول لك النادي الاهلي نادي الدوله. هو النادي الاهلي اللي اتحاد القوى اداله رخصه الافريقيه بشيكات مؤجله تدفعوا عليه مديونيات وطلع له رخصه عشان يلعب في افريقيا؟ هو النادي الاهلي اللي واخد قروض من البنوك؟ هو النادي الاهلي اللي عليه فلوس للكهرباء لوزاره الكهرباء؟ هو النادي الاهلي اللي عليه فلوس للضرايب؟ هو النادي الاهلي اللي عليه فلوس للحلاق؟ ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلا اللي اختشوا ماتوا. ما انت المشكله انت بتكلم واحد بليله وواحد كشري، بالله عليك هيفهموك ازاي؟ هيفهموا الكلام ده ازاي؟ اذا كان في مصر نادي مدلل هو نادي الزمالك، واذا كان في اداره فاشله تبقى هي اداره نادي الزمالك. خلاص كل الزملكاويه النهارده كلهم بيدافعوا عن اتحاد القوى الفاشل. لا، ما سمعتش رئيس لجنه الحكام وهو طالع يقول لك اما ابراهيم عبد الجواد ساله قال له هل اتحاد القوى طلب منك حكام اجانب لمباريات الاهلي والزمالك؟ قال له لا، نو. قالها بكل اللغات، كان ناقص ينهق. يا منظومه فاشله، يا منظومه فاسده. كابتن سيد عبد الحفيظ بجد بجد عامل لكم قلق، عامل لكم بص كابوس. كابتن احمد حسام ميدو العالمي الكوتوني، العالمي اللي في 11 سنه في اوروبا لعب في 9 سنين، طالع خايف على كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول له انت اللي في الوش. هو الكابتن سيد عبد الحفيظ بيوجع قوي كده؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ بيحرق قوي كده؟ اتكسفوا على دمكم يا شويه مرتزقه، يا اعلام فاسد، يا اتحاد قوى فاسد. لسه الفضايح جايه. النادي الاهلي هيضرب من حديد.
النادي الاهلي بايد من حديد هيضرب. اياك وكبرياء النادي الاهلي، واياك وغضب شعب الاهلي، لان الاهلي وراه ملايين في ظهر فريقهم وفي ظهر ادارتهم. ويبقى الاهلي دائما وابدا فوق الجميع. واذا كان في كرة القدم المصرية حاجة حلوة يفضل هو النادي الاهلي، ويبقى الاهلي دائما وابدا فوق الجميع. والحمد لله على نعمة النادي الاهلي. سلام يا احلى اهلاوية.